أكبر تنقل جماهيري صار في تونس. قبل كل شيء تنقلات الجماهير ما يشرح حالات جغرافية، بل هي تجسد الحب الحقيقي وولاء الجماهير، وتترك أثر كبير في الأوساط الرياضية ولدى الفريق ولدى اللاعبين. هيك علاش باش نحكيو على واحدة من أهم التنقلات التاريخية اللي تركت بصمة في قلوب الجماهير. نرجع بالذاكرة إلى أحداث تاريخية عاشها جمهور النادي الصفاقسي سنة 2007، واللي كان على موعد مع تنقل لا ينسى إلى ملعب رادس لمؤازرة فريقه في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي المصري. تساكر وفات قبل أيام من موعد المباراة، ووصلت أسعارها عشرات الأضعاف، حتى التيكي وصل ثمنها ل 100 دينار، واللي يعتبر ثمن باهظ في تلك الفترة سنة 2007. ونهار المباراة الطريق من صفاقس إلى تونس العاصمة واللي تبعد 260 كيلومتر كان مليء بالسيارات والحافلات وسيارات الأجر. من الآخر صفاقس فارغة خاطر الناس الكل في رادس. الحضور الجماهيري فاق كل المقاييس، بما أنه 60 ألف مشجع كانوا يهتفوا باسم النادي الصفاقسي في ملعب رادس. هذا التنقل التاريخي خلى أثر لا ينسى في ذاكرة الجماهير والفريق، وأظهرت جماهير السيسيس حبها ووفائها لناديها بطريقة استثنائية، وأثبتت زادة أن كرة القدم هي أكثر من مجرد لعب، إنها المشاعر والتضحية. باش يبقى نهار 11 نوفمبر 2006 شاهد على قوة العلاقة بين النادي الصفاقسي وجماهيره، واللي ما زالت تساند في فريقها في السراء والضراء. نذكروا زادة اللي السيسيس يعتبر واحد من أهم الفرق في القارة الإفريقية، عنده الرقم القياسي في التتويجات بكأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد ما هز اللقب هذا 4 مرات كامل، آخرها سنة 2013 كونتر مازيمبي الكونغو. وما تنسيش باش تحط فولو على الانستغرام على خاطر غادي تلقى برشا فيديوهات جديدة.